ومتابعي قناة هوم سبورت في كل مكان. عدنا من جديد. في البداية طبعا حابب من كل السادة المشاهدين الاشتراك في القناة، متابعة القناة واللايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وهيا بنا نبدأ حلقتنا. في البداية طبعا الحلقة دي طبعا بعنوان قرعة دوري أبطال أفريقيا الدور ربع النهائي، وأيضا قرعة الكونفدرالية الدور ربع النهائي. وطبعا نزل قبل كده حلقات قوية جدا جدا. نزل لكم طبعا حلقة تحليل كامل وشامل لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كاس مصر 2023. وطبعا نزل تحليل كامل وشامل لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي. فطبعا خشوا شوفوا الحلقات دي. وهيا بنا نبدأ حلقتنا. في البداية طبعا القرعة طبعا هنبدأ بقرعة دوري أبطال أفريقيا. طبعا للأسف الشديد خرج نادي بيراميدز من دوري أبطال أفريقيا، وأصبح المتبقي فقط هو النادي الأهلي، طبعا ممثل مصر الوحيد في دوري أبطال أفريقيا. وقدامه طبعا فرصة ذهبية الأهلي للتأهل إن شاء الله وحصد البطولة الثانية عشر في تاريخه. طبعا الأهلي بنسبة كبيرة. هنتكلم بسرعة عن منافسين الأهلي، وبعد كده نبدأ قرعة دوري أبطال أفريقيا. بعد كده نروح نتكلم عن الزمالك والفوتشر في قرعة الكونفدرالية، ونعمل قرعة الكونفدرالية ونشوف المواجهات هتكون إيه. طبعا الأهلي بنسبة كبيرة هيواجه فريق من الثلاثة، سواء فريق مازيمبي طبعا المركز الثاني في المجموعة الأولى، أو فريق طبعا سيمبا التنزاني في المجموعة الثانية المركز الثاني، أو فريق طبعا الترجي الرياضي التونسي المركز الثاني في المجموعة الثالثة. طبعا يانج أفريكانز يعتبر المركز الثاني في المجموعة الرابعة، لكن قانون القرعة ما ينفعش إن فريقين في نفس المجموعة يلعبوا بعض تاني في الدور ربع النهائي. فطبعا الأهلي قدامه يا اما يواجه مازيمبي، سيمبا، الترجي. طبعا انا بالنسبه لي هتكلم عن كل فريق كده في وجهه نظري، وبعد كده نبدا القرعه. انا بالنسبه لي اسهل مواجهه للاهلي هيكون مواجهه الترجي. حد هيقول لي الترجي فريق قوي، وطبعا الاخوه في تونس طبعا بيحبوا الترجي طبعا على دماغنا ما قلناش اي حاجه. ولكن انا شايف دلوقتي مستوى الترجي يعتبر اضعف فريق في الثلاثه دول. طبعا سيمبا التنزاني مستواه قوي جدا. الاهلي واجهه في السوبر الافريقي، دوري السوبر الافريقي، وما قدرش يفوز عليه خالص. لا هنا في القاهره تعادلوا 1-1، وهناك في دار السلام في تنزانيا تعادل الاهلي مع 2-2. كانت مباراه قويه جدا. فطبعا سيمبا يعتبر فريق قوي جدا. وكمان في نقطه، طبعا المباراه الاولى هتكون على ارض سيمبا او مازيمبي، فطبعا هيلعبوا بدري في الساعه 3، وهيكون طبعا في رمضان طبعا، وفي وقت صيام طبعا للاعيبه الاهلي، فهيكون ضغط على لعيبه الاهلي قوي جدا في ظل انه صيام، في ظل طبعا الاجواء الحاره جدا سواء في تنزانيا او في الكونغو في مازيمبي. في ملعب مازيمبي طبعا اجواء حاره جدا، فهتكون دي نقطه قوه شويه للفرق الاخرى سواء مازيمبي او سيمبا. ودرجه الحراره عاليه والضغط الجوي، والفريقين كمان اقوياء. ده بالنسبه لسيمبا. مازيمبي طبعا رجع بقوه كبيره. مازيمبي كان كل سنه بيخرج حصاله من المجموعات، او ما بيوصلش المجموعات وبيخرج من دور ال 32 وبيروح يلعب طبعا الكونفدراليه. لكن السنه رجع بقوه، فاز على بيراميدز، فاز على نوازيبو، بيجمع نقاط بقوة كبيرة. الفريق مكتسح الأخضر واليابس الحقيقة، فريق مازيمبي. فمازيمبي راجع بقوه، ولو واجه الاهلي طبعا الاهلي يقدر يفوز على مازيمبي مفيش اي مشاكل. ولكن مازيمبي خصم قوي، وخصوصا المباراه الاولى بتكون في الكونغو والاجواء زي ما قلت لكم عليها، فهيكون المباراه اصعب شويه. لكن طبعا الترجي للاسف حاليا مستواه قليل شويه، مستواه متراجع شويه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان طبعا الاخوه في تونس طبعا هيلعبوا المباراه طبعا بعد الفطار، فهيكون دي نقطه قوه للاهلي. طبعا الفريقين يبقوا يلعبوا بعد الفطار، فيبقوا الفريقين في نفس المستوى. والاهلي في الفتره الاخيره بيكسب الترجي الحقيقه، وعامل شغل قوي جدا على الترجي، بيكسب كتير قوي في رادس. فانا شايف الاهلي ممكن اسهل مواجهه ليه انه يرتطم بالترجي. انا شايف ممكن اصعب مواجهه، ممكن شايف يعني ممكن مواجهته مع مازيمبي، لان مازيمبي الفتره الاخيره عامل شغل كويس، وعلى ملعبه كمان قوي جدا، ما بيخسرش على ملعبه. وكمان انا شايف ان الاهلي بقاله فتره كبيره قوي ما لعبش مازيمبي، فدي ممكن تكون نقطه قوه شويه لمازيمبي، لان عنده خبره. لاعب بيراميدز طبعا في المجموعات، لاعب فريق مصري، رغم طبعا في مستوى كبير بين بيراميدز والاهلي. ولكن انا شايف الاهلي اسهل مواجهه ليه في وجهه نظري لو واجه الترجي، اصعب مواجهه ليه لو واجه مازيمبي. طبعا نبدا القرعه، وبالتوفيق لكل الفرق. طبعا دي الكوبايات طبعا هنختار منها. طبعا هنختار في الاول دي طبعا فرق التصنيف الثاني. طبعا الفريق اللي هيطلع الاول طبعا هيلعب مباراه على ارضه، لان الفرق التصنيف الثاني تلعب المباراه الاولى على ارضها، ومباراه الاياب طبعا بتكون على المركز الاول. فنبدا طبعا نشوف مين اللي هيطلع. يا رب بس القرعه ما تبوظش طبعا ويطلع فريقين من نفس المجموعه. نقلب كده. طلع مين من التصنيف التاني؟ من التصنيف التاني فريق نادي سيمبا التنزاني. سيمبا التنزاني طيب هيواجه مين؟ سيمبا التنزاني هيواجه مين؟ ممكن مش اكيد، ممكن يواجه الاهلي. نشوف كده هيواجه مين. فريق سان داونز الجنوب افريقي.
طبعا المباراة دي لو حصلت فعلا وسيمبا لاعب سان داونز، برغم قوة سيمبا طبعا وفريق كويس جدا، ولكن سان داونز انا شايف هيكتسح سيمبا بنسبة كبيرة، وهو اللي هيتأهل للمباراة اللي بعد كده. مركز فريق الترجي الرياضي التونسي، هيلاعب مين الترجي؟ يا ريت بس ما يطلعش بيترو اتلتيكو القرعة تبوظ، يا ريت يطلع الاهلي ولا مين؟ اسك ايموسا، اسك ايموسا، اسك موسى والترجي. الترجي طبعا كده للاسف مش هيواجه الاهلي، الترجي واسك ميموسا. كده اصبح بنسبه كبيره الاهلي ما قداموش غير انه بنسبه كبيره كده يواجه مازيمبي، لان ما ينفعش يواجه يانج افريكانز. طلع مين؟ مازيمبي. مازيمبي هيواجه الاهلي بقى، خلاص مازيمبي هيواجه الاهلي طبعا، لان ما ينفعش يواجه صن داونز. هيواجه مين؟ الاهلي هيواجه الاهلي. للاسف الشديد مازيمبي في مواجهه الاهلي زي ما توقعت، مازيمبي والاهلي تعتبر اقوى مباراه على الاهلي، ولكن الاهلي حتى لو واجه مازيمبي فعلا في القرعه الواقعيه يقدر يعدي مازيمبي طبعا، مفيش اي مشاكل. اخر مباراه طبعا مش محتاجه كلام، ما بقاش فيه غيرهم خلاص. طبعا فريق طبعا يانج افريكانز طبعا اللي كان مع الاهلي وبترو اتلتيكو. طبعا يانج افريكانز وبترو اتلتيكو يعتبر المواجهه طبعا محسومه بنسبه كبيره لفريق بترو اتلتيكو، لان يانج افريكانز يعني فريق كويس وكل حاجه، ولكن بترو اتلتيكو افضل بكتير مستوى واداء. طبعا لو طبعا المباريات طلعت كده، سيمبا وصن داونز طبعا اتوقع تاهل صن داونز الى الدور نصف النهائي. الترجي واسك ايموسا، رغم طبعا مستوى الترجي واسك ايموسا، اسك ايموسا طبعا طلع الاول في مجموعه كان فيها الوداد، ولكن انا شايف الترجي ممكن يتأهل، لأن الترجي هيلعب المباراة الأولى على أرضه وبعد كده هيلعب أسيكي موسى، وأسيكي موسى برضك مش الفريق المرعب يعني، ممكن الترجي يتأهل كخبرات أكتر. مازيمبي والأهلي طبعا رغم قوة مازيمبي الأهلي هيتأهل طبعا. بيترو أتلتيكو يانج أفريكانز طبعا بيترو أتلتيكو هو اللي هيتأهل. بنسبة كبيرة الفرق أصحاب التصنيف الأول أكيد صن داونز هيعدي بنسبة كبيرة هو والأهلي وبيترو أتلتيكو. أسيكي موسى ممكن ما يعديش بنسبة كبيرة لو ارتطم في خصم قوي، لو ارتطم كمان بخصم أقوى من الترجي، لو ارتطم مثلا بمازيمبي، او لو ارتطم مثلا بالاهلي ممكن كمان الاهلي طبعا يعدي. إيه لا الاهلي اول، او لو ارتطم بيانج افريكانز لا ممكن طبعا. لو ارتطم باي فريق غير الترجي او مازيمبي، لو ارتطم بسيمبا ممكن تبقى مباراة نسبيا لحد ما قوية، ولو ارتطم بيانج افريكانز بنسبة كبيرة يانج افريكانز هيخسر. فاسيكي موسى فرصته مش كبيرة قوي في التأهل يعني، لأن التواني بردك أقوياء، واقوى التواني يعتبر، انا شايف اقوى التواني يعتبر مازيمبي وسيمبا، وبعد كده اضعف التواني للاسف الترجي ويانج افريكانز. فانا شايف الاهلي لو ارتطم باي حد من التواني، سواء الترجي يعتبر اقل فريق، سيمبا تاني اقوى فريق، واقوى فريق في يعتبر مازيمبي اللي هو ارتطم بيه فعلا في القرعه اللي عملناها. ولكن اسك ايموس طبعا لو قارنا مستواه بالاهلي او ببترو اتلتيكو او بسان داونز يعتبر اقل فريق من المتاهلين اول هو اسك ايموسا. بعديه طبعا هيكون بنسبه كبيره بترو اتلتيكو، بعديه الاهلي وسان داونز ممكن يكونوا نفس المستوى بنسبه كبيره. طبعا دي قرعه دوري ابطال افريقيا خلاص انتهت، وزي ما قلت لكم بالتوفيق طبعا في النهايه للاهلي، وان شاء الله الاهلي نشوفه بياخد البطوله السنه 10، وكمان نشوف الزمالك ان شاء الله بياخد الكونفدراليه، وتكون الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي ان شاء الله السنه الجايه، وتكون مباراه قويه جدا. وطبعا بما ان بنتكلم عن الاهلي والزمالك طبعا ما تنسوش تخشوا تشوفوا حلقه الاهلي والزمالك اللي صورناها طبعا عن نهائي كاس مصر، برضه تخشوا تشوفوها هتعجبكم قوي. بعد كده نروح بقى لمباريات الكونفدراليه. طبعا الكونفدراليه الزمالك عنده فرصه انه يواجه فيوتشر، او يواجه فريق ريفرز يونايتد، او يواجه فريق الملعب المالي. طبعا انا شايف الزمالك لو يعتبر انا شايف اضعف فريق بالنسبه له من الثلاثه، ممكن يكون هو فريق ريفرز يونايتد، بعد كده الملعب المالي، وممكن اقوى فريق فيوتشر. ولكن لو لعب فيوتشر تبقى في نقطه بس ان الماتشين هيتلعبوا في القاهره هنا، فلا الزمالك هيسافر بره ولا فيوتشر هيسافر بره. ولكن ما نتمناش الزمالك وفيوتشر يواجهوا بعض، مش شيء طبعا، ولكن عشان الزمالك يوصل للدور نص النهائي وفوتشر كمان يوصل للدور نص النهائي، ممكن يواجهوا بعض في نص النهائي، او ليه ما نتمناش والزمالك وفوتشر يكونوا في نهائي الكونفدراليه طبعا. بالتوفيق للفريقين. نبدا القرعه طبعا، دي فرق التصنيف الثاني اللي فيها طبعا فيوتشر. نشوف مين اللي هيطلع في المركز اول ماتش في الكونفدراليه. فريق ابو سليم الليبي اللي كان مع الزمالك في المجموعه هيلاعب مين؟ ابو سليم. ابو سليم هيواجه، يا رب بس ما يطلعش الزمالك من الاول كده القرعه تبوظ، والقرعه تبوظ، اتحاد العاصمه الجزائري.
طبعا مواجهة سهلة جدا 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 لاتحاد العاصمة، مفيش كلام. واتحاد العاصمة طبعا لو واجه أبو سليم الليبي، اتحاد العاصمة هيعدي طبعا مرتاح قوي. المباراة اللي بعد كده ادي الملعب المالي. الملعب المالي اتمنى يواجه الزمالك. الملعب المالي اتمنى يواجه الزمالك، اتمنى يواجه الزمالك. دلوقتي نازل بالكفه فمش هينفع، نستنى كده نقلب. هيواجه فريق ريفرز يونايتد. الملعب المالي هيواجه فريق لا ديميروز طبعا. الملعب المالي وديميروز طبعا. الملعب المالي وديميروز طبعا. ديميروز رغم انه تأهل اول ولكن انا مش مقتنع بيه تماما، فانا شايف ممكن الملعب المالي يعدي، خبرات افضل شويه. الزمالك بقى كده هيواجه بنسبه كبيره فيوتشر. شكله كده، شكله الزمالك رايح الزمالك للفيوتشر. اقوى مباراه شكله الزمالك هيلعب فيوتشر. فريق ريفرز يونايتد. ريفرز يونايتد يواجه الزمالك بقى. ريفرز يونايتد الزمالك ولا نهضة بركان؟ نهضة بركان. نهضة بركان في مواجهة ريفرز يونايتد. ريفرز يونايتد هيواجه نهضة بركان. طبعا نهضة بركان وريفرز يونايتد. نهضة بركان طبعا هيتأهل. ولا الرابع خلاص مش محتاج طبعا نسحب. الزمالك وفيوتشر. طبعا انا حزين جدا طبعا، لان كل ما اقول اقوى مباراه بلاقي اقوى مباراه اللي بتطلع لي. انا قلت الاهلي لو واجه مازيمبي هتكون اقوى مباراه، وفعلا الاهلي واجه مازيمبي في القرعه اللي عملتها. قلت فيوتشر هيواجه الزمالك هتبقى اقوى مباراه، وفعلا الزمالك واجه فيوتشر طبعا للاسف في القرعه اللي عملناها. طبعا للاسف فيوتشر زي ما قلت لكم اهو الزمالك. طبعا شيء يحزنني جدا طبعا ان الزمالك وفيوتشر واجهوا بعض. مش شيء طبعا، الزمالك طبعا لا يخشى مواجهه فيوتشر ولا فيوتشر يخشى مواجهه الزمالك، الفريقين كويسين جدا. ولكن انا ما بحبش فريقين مصريين يواجهوا بعض زي ما قلت لكم في الاول عشان الفريقين يكملوا. ولكن لو فيوتشر واجه الزمالك للاسف طبعا فيوتشر هيخرج والزمالك هيكمل، لان الزمالك مستوى اقوى بكتير من فيوتشر. ولكن هتكون مباراه قويه جدا طبعا، لان كلنا شفنا مباريات الزمالك وفيوتشر في الفتره الاخيره قويه ازاي. حتى في الدوري لما تنتهي 3-2 دايما 3-2 والزمالك بيفوز في اخر الدقائق. فيوتشر فريق كويس جدا وفريق قوي، ولكن الزمالك هو يكمل طبعا بنسبه كبيره، وهيكون بنسبه كبيره اتمنى ان يكون بطل دوري ابطال افريقيا زي ما قلت لكم. الاهلي بطل الكونفدراليه. الزمالك دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. الاهلي والزمالك يواجهوا بعض في السوبر افريقي، تبقى حاجه قويه جدا ونقوي الكره المصريه شويه. وللاسف تكون السنه دي على الاقل يعني ننسى خروج منتخب مصر للاسف الكارثي من طبعا كاس الامم الافريقيه، وانه ما قدرش ياخد افريقيا. ويعوضنا السنه دي الاهلي والزمالك يكونوا مع بعض في نهائي السوبر الافريقي. يبقى الاهلي خد اقوى بطوله قاريه دوري ابطال افريقيا، الزمالك خد تاني اقوى بطوله قاريه كونفدراليه. سوبر افريقي بين الاهلي والزمالك في استاد القاهره، تبقى حاجه قويه جدا اتمناها. طبعا بالتوفيق طبعا للاهلي في مواجهاته طبعا ان شاء الله القادمه، وبالتوفيق للزمالك في مواجهته القادمه. وطبعا بنسبه كبيره زي ما قلت لكم الزمالك يعتبر من اقوى المرشحين اذا لم يكن هو اقوى مرشح للحصول على الكونفدراليه. طبعا مع نهضة بركان واتحاد العاصمة يعتبروا هم دول أقوى ثلاث فرق. طبعا من ناحية دوري أبطال أفريقيا طبعا الأهلي بنسبة كبيرة هو المرشح للحصول على دوري أبطال أفريقيا، مع منافسة قوية شوية بس مع الترجي بنسبة كبيرة لو مستواه رجع تاني. وصن داونز طبعا هو أقوى منافس لو ارتطم بيه الاهلي في اي وقت، هتكون مباراه قويه جدا. وطبعا هناك الزمالك هيكون اقوى مباراه ليه في الادوار القادمه لو ارتطم بيه اتحاد العاصمه او بنادق بركان. طبعا الاهلي هيكون اقوى مباراه قلت لكم لو ارتطم بسان داونز او لو ارتطم بعد كده بالترجي، والترجي عاد شويه المستوى طبعا والاداء اتظبط، ممكن تبقى مباراه قويه. ولكن انا شايف ان في الوقت الحالي الاهلي اقوى منافس لسان داونز، الزمالك بنسبه كبيره اقوى منافس ليه هو اتحاد العاصمه الجزائري. بالتوفيق لكل الفرق العربيه في القرعه، بالتوفيق للاهلي، بالتوفيق للزمالك، بالتوفيق للفيوتشر، وان شاء الله ما يستلمش بالزمالك في الكونفدراليه ويكملوا مشوارهم. كده نكون وصلنا لحلقتنا في النهايه. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه، متابعه القناه ولايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وانتظروا طبعا زي ما قلت لكم الحلقات اللي جايه نازله قويه جدا الاسبوع الجاي طبعا في ظل فتره التوقف الدولي طبعا، ومنتخب مصر طبعا ظهور اول مع حسام حسن. هنتكلم عن منتخب مصر وعن القايمه، وكمان الحلقات اللي قلت لكم عليها حلقه مانشستر سيتي وليفربول خشوا شوفوها، حلقه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر خشوا شوفوها. شكرا على المشاهده وباي.